مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، معكم فيها قاسم أحمد. نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الشرطة الإريترية تقيم أعمالها السنوية. تنظيم سيمينار لممثلي لجان حقوق الطفل في هيكوتا. إنجاز أعمال فعالة في ضمان سلامة الأمومة والطفولة بحشيشاي. بومبيو يدعو لحل صراعات الشرق الأوسط من أجل مواجهة نفوذ إيران. مظاهرات عنيفة في اليونان احتجاجا على زيارة أنجيلا ميركل للبلاد. وإلغاء 600 رحلة في ألمانيا بسبب إضراب في مطارات. أهلا بكم. قامت الشرطة الإريترية في العاشر من يناير الجاري بتقييم أعمالها السنوية. وأشار قائد الشرطة الإريترية العقيد محاري سقاي في كلمة الافتتاح إلى أن العام الماضي مع كافة التحديات والقصور شهد إنجاز أعمال ناجحة في ضمان الأمن والسلم للمواطنين والحد من إمكانيات الحوادث. وأضاف العقيد محاري أن افتتاح المعابر الحدودية البرية مع الكثير من إيجابياتها تصحبها تحديات أيضا، لذا ظلت تجري أنشطة فعالة بالتنسيق بين المواطنين والشرطة. وقدمت في الاجتماع تقارير حول أنشطة شرطة المرور وتحريات الجرائم وأعمال المراقبة والسيطرة والحوادث المرورية والتوعية والمعلومات وعلاقة الشرطة والمواطنين وترتيب وتصفية المستندات وأموال وممتلكات المواطنين الضائعة ورد فعل الشرطة السريع على نداء المواطنين وتنسيق الشرطة مع المدعي العام والمحاكم وغيرها من المؤسسات الحكومية، وكذلك مراقبة بيع الكحول للقاصرين وغيرها من مهام الشرطة. كما تباحث المجتمعون على أهم الأسباب المؤدية للحوادث المرورية من المركبات وتصفية السجلات المعلقة وجمع المعلومات عبر المتابعة المسبقة لإمكانيات حدوث الجرائم والاستماع الجيد للمعلومات المقدمة من المواطنين في هذا الشأن. وفي الختام وزعت الجوائز على النموذجيين من أعضاء الشرطة والمواطنين الذين أنجزوا أعمالا فعالة في مكافحة الجرائم انطلاقا من مبدأ أن كل مواطن هو شرطي. نظم في هيكوتا سيمينار يساعد ممثلي لجان حقوق الطفل الناشطين في مديريات غونيا وهيكوتا وفورتساوا وتسناي في أعمالهم اليومية. وفي السيمينار الذي نظم في 10 من يناير الجاري قدم خبراء من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية توضيحا مفصلا حول ضرورة تربية الأطفال والجرائم والمخالفات الناجمة عن الأطفال، وكذلك الهجرة غير القانونية للأطفال وأضرارها والعادات الضارة وأثرها السلبي على الأطفال وغيرها من المواضيع الهامة. وصرح كل من مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القشبركة سيد إيوب كيداني والمدير التنفيذي في مديرية هيكوتا سيد سقاي مبراتو، صرح عن منح الاهتمام الأكبر للحفاظ على حقوق الطفل ومكافحة الجرائم والمخالفات التي تحدث عن الأطفال بوعي عالي، مشيرين إلى إجراء جهود حثيثة لتعزيز السيمينارات الهادفة لتقوية الدور لجان حقوق الطفل والمجتمع المدني ونشرها حتى مستوى إدارات الدوحي. من جانبه ذكر مسؤول قسم الخدمات الاجتماعية في القشبركة سيد فرانكو كوبابا باعتباره أن الأطفال هم مستقبل الوطن، ذكر الأسر لكونها الجزء الأساسي من المجتمع العمل المنسق للحفاظ على حقوق الطفل وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة. من جهتهم ناشد المشاركون للتركيز في تنشئة الأطفال بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة من أجل تنشئة شباب أكفأ. في إطار الجهود الجارية لضمان سلامة الأمومة والطفولة وتأكيد الخدمات الصحية المتوازنة والمنسقة، حققت المهام الجارية في ضاحية حشيشاي بمديرية حقات نتائج جيدة. وأشار مسؤول عيادة حشيشاي ممرضة توليد منصور أبو بكر في اللقاء الذي أجره مع وكالة الأنباء الإريتريا إرينا، أشار إلى أن العيادة وإضافة إلى الخدمات الصحية التي ساعدت سكان مناطق حشيشاي وغولا وشنغين وبادوب وشلابة على استثمار الوقت والطاقة من المتاعب، ساهمت في تقديم خدمات صحية وتنظيم سيمينارات وحملات توعية بهدف رفع الوعي، مما خلق ذلك ارتياح في أوساط السكان. وأفاد الممرض منصور بأن تنشئة
بأن نسبة تغطية التطعيم للأطفال بلغت العام 2018 إلى 90%، ومراقبة سلامة الأمومة والطفولة إلى 70%، وانخفاض الملاريا بنسبة 85%، فيما سجل وضع الحاملات في العيادة تطور ملموس. وذكر بأن غرف انتظار الحوامل الثلاث التي تم بناؤها بمشاركة جماهيرية فاعلة لعبت دورا كبيرا في سلامة الأمومة والأطفال. ومع تجمع القرى ظلت تزداد أعداد المستفيدين من الخدمات الصحية، لذلك يجب صيانة الغرف القديمة وتوسعتها، بالإضافة إلى بناء سور للعيادة وتوظيف سيارة إسعاف خاصة بها. هذا وتقدم عيادة حششة التي شيدت في العام 1997 وتعمل بالطاقة الشمسية، تقدم الخدمات ل 24 ساعة لحوالي 20,000 مواطن باستضافة حوالي 100 شخص يوميا. أعلن فرع وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر بأن أنشطة النظافة الأهلية في الإقليم تحقق نتائج جيدة. وأوضح مسؤول وحدة الصحة البيئية في الفرع السيد عبد السلام ناصر بأن النفايات تعد من أهم الأسباب المؤدية للأمراض، وخاصة الأمراض المعدية كأمراض العين والجلد، مشيرا إلى أهمية النظافة للسيطرة على تلك الأمراض. كما أشار إلى أن برنامج الإصحاح البيئي الذي بدأ في العام 2008 على مستوى البلاد قد بدأ في الإقليم عام 2009 وظل يحقق تقدما ملموسا عاما إثر آخر، حيث قامت 84 قرية بتطبيق البرنامج بالكامل حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض واضح للأمراض الناجمة عن نقص النظافة. وفي الختام دعا السيد عبد السلام ناصر إلى إدخال برنامج الإصحاح البيئي في المناطق المتبقية والاستمرار في زيادة الوعي الراسخ حول النظافة البيئية، مشيرا إلى وضع برنامج تنظيم مؤتمر على مستوى الإقليم. أجرى مكتب الشرطة في مدينة نافا سيمينار لرفع معرفة الطلاب القانونية ووعيهم وتعزيز دورهم في مكافحة الجرائم والمخالفات. وقدم قائد شرطة المديرية المقدم هابتون منقسة في السيمينار الذي أجرى لطلاب مدرسة وين الداخلية توضيحا مفصلا حول الجرائم ومكافحتها بالنظر إلى القانون والثقافة. وذكر المقدم هابتون بأن الشباب الذين لم ينشأوا على الأخلاق الحميدة ولم يرثوا أيضا قيم مجتمعهم لا يستطيعون تأكيد مستقبل حياتهم، داعيا إلى تعزيز دور المجتمع والآباء في إبعاد الشباب من تناول المكيفات الضارة وتشجيعهم للاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة في اكتساب المعرفة الأكاديمية والمهنية الكفؤة. من جانبه قال مسؤول تحري الجرائم السيد قبر مدهن الساحي أن عدم معرفة القانون لا تعفي عن المساءلة، موصيا إياهم على المتابعة الجادة للسيمينارات القانونية وتعزيز تعاونهم مع الشرطة. وذكر الطلاب أهمية السيمينارات القانونية وحملات التوعية المنتظمة من أجل تعزيز معارفهم في هذا الشأن، مبدين رأيهم لبدء تلك السيمينارات من رياض الأطفال لتكون أكثر فاعلية، داعين على استمراريتها بشكل واسع. سادتي سيداتي، فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم. دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى إنهاء جميع الصراعات بين دول الشرق الأوسط من أجل التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة. وأكد مايك بومبيو في خطاب ألقاه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الولايات المتحدة عازمة على تخليص سوريا من النفوذ الإيراني. وجدد بومبيو التزام أمريكا بقتال تنظيم الدولة الإسلامية على الرغم من إعلانها سحب قواتها من سوريا. وقال إن بلاده ستستعمل الدبلوماسية وستعمل مع شركائها لطرد آخر مقاتل إيراني من سوريا، وستضاعف جهودها من أجل إعادة السلم والاستقرار للشعب السوري الذي يعاني من ويلات الحرب. وندد بومبيو بسياسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الشرق الأوسط، متهما إياه بأنه لم يكن حليفا قويا لإسرائيل وكان متساهلا مع الإرهاب الإسلامي ومستعدا لعقد صفقات مع إيران، ووصف سياسته بأنها كانت سيئة.
خرج المئات من اليونانيين في مظاهرات بالعاصمة أثينا للتنديد بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى البلاد. واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بعد أن حاولت قوات الأمن ردع المحتجين بالهروات والقنابل المسيلة للدموع في وسط أثينا في الوقت الذي كانت فيه ميركل في اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في مكتبه. وقال المتظاهرون إن ميركل ليست موضوع ترحيب في اليونان لأنها لعبت دورا قياديا في إفقار الشعب اليوناني. وناقش المسؤولان عدة ملفات من بينها الأزمة الاقتصادية اليونانية ووضع اللاجئين بالإضافة إلى أزمة النزاع على الاسم بين اليونان ومقدونيا. وشهدت المستشارة الألمانية بما وصفته بإجراءات حاسمة التي قام بها أليكسيس تسيبراس في قضية مقدونيا، وقالت بأن هذا الإجراء يحمل فوائد ليست فقط في مقدونيا واليونان ولكن لكل أوروبا. تم إلغاء 640 رحلة تقريبا في ألمانيا بسبب إضراب لموظفي الأمن في 3 مطارات، ما يعني عرقلة سفر نحو 100,000 شخص. وبلغ عدد الرحلات الملغاة أكثر من نصف الرحلات المقررة في دوزلدورف وكولونيا بون وشتوتغارد، وبلغ عددها 10,050 رحلة. وأكد مطار دوزلدورف الثالث أكبر المطارات في ألمانيا في بيان إلغاء 370 من 580 رحلة مغادرة مقررة الخميس. وقالت النقابة أن إضراب موظفي الأمن يؤخر أيضا نقل الشحن. وتطالب النقابة التي تمثل 23,000 موظف أمن في المطارات في أنحاء ألمانيا برفع الأجور، لكن اتحاد أرباب العمل BDLS عرض زيادة تتراوح بين 2 و8%. تنافس أمس الخميس نحو 5,000 شخص على لقب أسعد رجل في العالم المقامة بالقرب من ضريح ياباني من خلال منافسة الجري للوصول إلى ضريح نيشينوميا الواقع غرب اليابان. وتنافس المتسابقون غرب منافسة الجري للوصول إلى ضريح نيشينوميا الواقع في غرب اليابان. وكان على المشاركين في السباق الركض لمسافة 230 مترا حتى القاعة الرئيسية للضريح. وانتزع اللقب الشاب الياباني يوكي يامانو البالغ من العمر 22 عاما وهو رجل إطفاء في هيروشيما. وقال يوكو لوسائل الإعلام إنه سعيد جدا بتتويجه كأكثر للرجال حظا العام 2019. بهذا الخبر مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. دكتورات ابستوري زمدب زي استفلالي زعباطات بملعل حبرتسب نابعك منا كيكده كاب استفلالي تعنا تأكسار استات مويا ومخرن حبريتان زرخبولو وترو اب ساعات زي بغطتا زفنو نيتعنا مدبيوم حتى يمريتم زهلوكم بغطتا تساتفتنا يزمدب زي كم تخونوا عديمنا كنحبر نفقدتم حجي مثال الحال بك أنزقت الهاني تنفحن خبيك والحن خلنا نرخى النقل وش كم يسوي كنت حاشة مرمراتات أتوم زخون مرمرات تزبروا له قريبو ما تسيئون تايو كنا تايو ناي التراساوند مرمرا قبر خيل قال أهل توساخ قبر سبزان لا تملالسه أب حدا معلبه بتصحك خلانو زخبركم تقاتلتي دقيمنا زي دكتورات ابستودي حمام بروسولوسس ببروسيلا استبالة تعواس زمت حمام كوينو كاب انسسا نابسب زمحالف حمامي حمام شكر تفرالي عينة تالو قدامي عينة حمام شكر كالي عينة حمام شكر زبهلالو زي دكتورات ابستودي اتز تحت خبرت زلو اتز تحت عدمة نايت انت زلو اتز على حمام موتن يقاتمو وترو اب ساعات زي بغطتا زفنو نايت عنا مدبيوم